من الأخطاء الموجودة الآن. فليس حزب النور هو الفاعل الوحيد في المشهد حتى لا يحمل سائر هذه الأخطاء التي أدناها وما زلنا ندينها إلى يومنا هذا، ولكننا حاولنا قدر الإمكان أن نقلل من الخسائر، لكن ليس حزب النور هو الفاعل الوحيد في المشهد. نعم، يعني الآن أنت ذكرت أنه يعني من ضمن مكتسبات الثورة هو الحفاظ على دستور 2012، بينما الحقيقة أنه تعطل الدستور، وهناك من يتحدث عن أنه ممكن الدستور بالكامل يتغير، بل إن هناك من يتحدث عن أن هناك مواد تتصل بالشريعة، والجميع يعلم أن حزب النور يعني بيبني دائما قراراته على الحفاظ على هوية الدولة كمرتكز من مرتكزات المرجعية والمنهجية التي يتبناها حزب النور. ما هو موقفكم مثلا حيال ما يقال عن أن من الممكن مواد الشريعة والمواد التي تتصل بالشريعة ممكن أن يتم تغييرها أو المساس بها في جمعية صياغة أو تعديل الدستور، خاصة أنه ليس هناك أي أخبار تذاع أو تعلن من هذه الجمعية، ويمنع على الصحفيين ووسائل الإعلام متابعة أعمال هذه الجمعية ومناقشتها. أيضا هناك من تحدث وكلنا تابعنا، وأنا أجمل لك السؤال لأن في الحقيقة في يعني تأخير في وصول صوتي إليك والحوار المباشر معك، وأرجو أن تجيب على كل هذا. تعليقاتكم مثلا على ما ذكره المفكر مثلا حلمي النمنم بأن مصر بفطرتها علمانية وليست فطرة دينية، وهناك من تحدث أن لابد أن الأحزاب الدينية يعاد النظر فيها ويعني يتم النظر مرة أخرى في ما يسمى بالمرجعية الإسلامية للأحزاب في هذه الفترة. تفضل أستاذ شريف. نحن أولا ندرك أن هناك هجمة علمانية شرسة ظهرت بقوة بعد 30/6، ولكننا نؤكد على أن هذه القلة العلمانية التي وصفتها قبل ذلك بأنها تيار استئصالي وليس مجرد تيار إقصائي، تيار يريد استئصال غيره من التيارات الإسلامية وليس مجرد إقصائها، ولكننا نؤكد على أن هذا التيار في الحقيقة يعد قلة في الشعب المصري، حتى وإن كانت له منابر إعلامية كثيرة يتحدث من خلالها، إلا أن الشعب المصري في مجمله حتى وإن اختلف مع بعض التيارات الإسلامية إلا أنه في مجمله شعب متدين، شعب مسلم محب لشريعته، معظم لشريعته، لا يقبل أبدا المساس بثوابت الشريعة الإسلامية. ونحن في الجملة نراهن على الشعب المصري وعلى توعيته بهذه القضية وخطورة هذه الهجمة العلمانية، ونحن ندينها بكل شدة، ولكننا كما ذكرنا نؤكد أن هذه هي قلة صوتا إعلاميا عاليا. ذلك أدلنا بشدة هذا الفيديو المسرب وسائر حملات التحريض. ولعلك تذكر أستاذ أيمن أننا رفضنا الجلوس في المصالحة الوطنية التي دعت إليها الرئاسة، وقلنا أن هذه المصالحة لا يمكن أن تعد مصالحة إلا إذا أرسلت عدة رسائل تطمئنية تدل على أن هناك رغبة حقيقية في المصالحة. لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية في ظل اعتقال وملاحقة رموز وقيادات التيار الإسلامي. لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ظل غلق القنوات الإسلامية. لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ظل وجود قنوات تثير الفتنة وتبث الكراهية وتنشر التحريض على التيار الإسلامي بشكل مقيت لا يمكن القبول به بحال من الأحوال، وكأن التيار الإسلامي جزء خارج عن المجتمع المصري أو أنه جزء نشاز في هذا المجتمع وليس مكون رئيسية من مكونات المجتمع المصري، بل جزء كبير جدا من المجتمع المصري. لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ظل إجراءات قمعية أمنية، في ظل إجراءات استثنائية، في ظل التلويح بقانون الطوارئ، في ظل ضرب المتظاهرين السلميين الذي ندينه بشدة ونرفضه
نرفضه بشدة. رفضنا الجلوس في المصالحة الوطنية. فلذلك أنا أعقب على كلام حضرتك أننا انحازنا إلى متظاهري 30/6 بالكامل. ليس الأمر كذلك على الإطلاق. كما ذكرنا كنا بين عدة خيارات، اخترنا أسوأ يعني أقل الخيارات سوءا حتى ندفع أسوأ الاحتمالات، وما زلنا ننظر إلى يومنا هذه النظرة. دراسة المسارات المحتملة للأزمة الموجودة يدل على أن الخيار الذي اخترناه كان هو أقل الخيارات سوءا، كما سنبين إن تطرق يعني الحديث إلى أنت تنظر إلى ما ذلك. حدث من نتائج حتى اليوم أنه يعني أفضل الخيارات وأقل الخيارات سوءا على حد قولك، وإن النتائج تكاد تكون مرضية بالنسبة لكم، في حين أنه تم أو بيتم الآن كما يقول الآخرون والمتابعون والذين يجدون عليكم أو يأخذون عليكم هذه المواقف، أن حزب النور أبعد عن المشهد بالرغم أنه كان ممثلا رئيسا للجانب 30 من يونيو. أيضا سيتم المساس بقضايا كثيرة كان حزب النور بيحرص على أن يكون ممثلا لها وحريصا عليها. أيضا بيتم وصفكم الآن من جانب رموز سياسية في جانب القوى المدنية التي تتحدث على أن حزب النور، وعفوا أنني سأذكر لك ذلك ولعلك تعلم، مثل العاهرة التي إن غضبت على رجل ذهبت إلى رجل آخر. البعض من الفريق الذي يأخذ عليكم هذه المواقف يقول إن حزب النور كان أكثر تشددا مع الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء ولايته أكثر من التشدد مع هؤلاء. يعني فكيف تزنون هذه المواقف؟ يعني هل الدماء التي سالت على الأرض ما زالت تثبت أن توجهكم كان صحيحا في مساندة 30 من يونيو؟ هل الانقسام الذي يصفه المتظاهرون في رابعة أو المؤيدون للدكتور مرسي أنه كان انقساما سياسيا قبل 30 من يونيو والآن أصبح فتنة تكاد أن تأكل الأخضر واليابس في مصر أفضل مما كان عليه قبل 30 من يونيو؟ يعني أيضا أجمل لك السؤال ووجهة النظر حتى تجيب يعني على الأمر برمته. واضح. نعم. تفضل. نعم، كما ذكرت أعيد وأكرر أن أسوأ أنواع المعادلات السياسية هي المعادلات الصفرية التي يراهن فيها كل طرف على إما أن يكسب ويربح كل شيء وإما أن يخسر كل شيء. غالبا السياسة لا تمارس بهذه الطريقة. السياسة تمارس على تحمل مفسدة صغرى من أجل دفع مفسدة كبرى، وهو ما يقرر في الشرع تحت مصطلح تحمل أدنى المفسدتين من أجل دفع أعلاهما. ونؤكد أيضا أنه مع مرور الأيام كل يوم تزداد الخسائر، وما لا يكون مقبولا في هذا اليوم يكون غاية الأمانية بعد ذلك. أكرر يعني أو أذكر أستاذ أيمن أنه كان في يوم من الأيام كان غاية المقبول أو غاية المراد من التيار الإسلامي هو تغيير الحكومة وتغيير النائب العام، وتقدم حزب النور بمبادرة من أجل إزالة الاحتقان وفتيل الغضب الموجود في الشارع. تم تجاهل هذا الأمر ورفض تحمل هذه الخسارة، ثم ارتقى الأمر بعد ذلك إلى تحمل خسارة المنصب الرئاسة لجناية المكتسبات الأخرى. أذكر المشاهدين بأمر حدث يوم 29/6 حينما دعا الرئيس محمد مرسي الأحزاب الإسلامية للقاء في قصر القبة، وحضره حزب النور ممثلا عن حزب النور المهندس جلال مرة، وهو يدل على أن حزب النور ظل حريصا وناصحا للرئيس المصري إلى آخر لحظة. في هذا الاجتماع الذي حضره حزب النور، حضره حزب الحرية والعدالة، حضره حزب الوسط، حضره سائر الأحزاب الإسلامية، أخرج الرئيس محمد مرسي ورقة من جيبه وقال للحاضرين أن الفريق السيسي أرسل إلي بهذه المبادرة التي تتحدث عن الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور. هذه المبادرة بالمناسبة ليس فيها انتخابات رئاسية مبكرة، ولعل هذا
يعني أمر يثير الدهشة والاستغراب، وربما البعض لا يتقبله بحجة أن المؤامرة على خلع الرئيس كانت موجودة منذ زمن طويل. ونحن نذكر أن الإخوان أيضا كانت تقول أن هناك مؤامرة في أحداث الاتحادية، وكان هناك رغبة في سحل الرئيس وإخراجه من القصر، ولكن الرئيس فوت الفرصة على هؤلاء المتآمرين من وجهة نظر الإخوان حينما دعا القوى السياسية للاجتماع وأزال سبب الغضب والاحتقان السياسي، قام بإلغاء الإعلان الدستوري. هنا انسحب جزء كبير جدا من المتواجدين في الشارع، وبقي المتآمرون بين قوسين كما يراهم الإخوان المسلمون. وفاتت الفرصة، كان بإمكان الرئيس أيضا أن يفوت الفرصة على المتآمرين والانقلابيين بالتعاطي السياسي. دعني أكمل هذا الأمر بعد إذنك أستاذ أيمن. رد عليه الدكتور الكتاتني وقال له: لا تستجب سيادة الرئيس، الشارع قد تغير معك بالكامل وصار معك بالكامل بعد الخطاب الذي ألقيته، هذا الخطاب الذي استثار جماهير الشعب المصري، وهو ما يدل على أن هناك فعلا كان عدم إدراك حقيقي للواقع في الشارع. رد عليه أحد رؤساء الأحزاب الإسلامية الأخرى وقال له: من الفريق السيسي حتى يرسل لك مبادرة؟ نعم، هذا هو الوضع المثال، لكن نحن نتحدث عن الأمر الواقعي. كان هناك إمكانية لتحمل خسائر أقل، وكلما تمادينا في الأمر زادت هذه الخسائر. بعد اللي حصل 30/6 كان لابد من تقبل خسارة منصب الرئيس من أجل الحفاظ على سائر المكتسبات. وذكرنا أكثر من مرة بإمكاننا ما زالت معنا مكاسب التواجد في الشارع دعويا وسياسيا واجتماعيا، ومع مزيد من التصلب والعناد تزداد المسارات سوءا. ندخل على المسار السوري أو مسار 54 أو غيرها من المسارات الكارثية التي نحذر منها بشدة. مع مزيد من وصلت وجهة نظرك، أنا يعني أتحت لك الفرصة كما طلبت أستاذ شريف، لكن الطرف الآخر فيحملنا نحن هذه الخسائر. طيب أستاذ شريف، يعني أنت تحدثت عن المؤامرة، وإن كان في ذهن الإخوان المسلمين أن دائما هناك فكر التآمري من الجانب الآخر، وأنت تخطئ الإخوان المسلمين في هذه النظرية، في حين أن يعني من تحدث عن المؤامرة منذ دخلت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في الساحة السياسية، هناك من يقول أن حزب النور كان يتبنى هذه الفكرة، بل إن التصريحات التي أوقعت التيار الإسلامي برمته في يعني إدخال المعركة السياسية أنها معركة بين الدين أو لا دين، أو بين العلمانية وبين الدينية، هو حزب النور. تصريحات من أول غزوة الصناديق حتى الآن كان دائما تلصق برموز علماء ينتمون إلى حزب النور على وجه الخصوص. فلماذا تنكرون الآن موضوع المؤامرة وأنتم كنتم من دعاتها ومن تتحدثون عنها وتتبنون هذه الفكرة؟ وأنت في حوارك في بداية في سياق حديثك ذكرت أن أنت بتقول أن مصر بيهددها حملة علمانية شرسة أو هجمة علمانية. نعم، صحيح. جميل. نظرية المؤامرة سيدي الكريم لا تعني إلغاء أن هناك تآمر من الخارج، ولكن يعنى بنظرية المؤامرة هو أن يتنصل الطرف من كل مسؤولياته ملقيا بتبعات فشله على الآخرين. حينما نقول مثلا أن المسلمين يعيشون في نظرية المؤامرة، نعني بذلك أنهم يلقون بكل أسباب فشلهم على الغرب، أن الغرب يتآمر عليهم. نحن لا ننكر أن الغرب يتآمر على البلاد الإسلامية منذ زمن طويل، ولكن هذا بالطبع لا يبرر بالمرة أو لا يعني بالمرة أن هناك فشلا وقصورا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الأخلاق عند الدول الإسلامية. هذا ما قصدته أخي الكريم. أنا لا ألغي أن هناك تآمرا، لا ألغي أن كانت هناك تحاكي المؤامرات والمكائد، لكن ما قصدته بضرب المثل بأحداث الاتحادية أنه كان يمكن النجاة والتخلص من هذه المؤامرات حينما نفوت الفرصة على من يسمون بالمتآمرين بالتعاطي السياسي مع المشاكل. هذا ما قصدته بنظرية المؤامرة. أما أننا نقول أن هناك يعني معركة بين الإسلام والكفر، فنحن من رفضنا توصيف الصراع السياسي الدائر الآن
في كل جوانبه وفي كل مظاهره على أنها معركة بين الإسلام والكفر. نحن نعلم تماما أن هناك فئة ذكرت في بداية الحديث أنها قلة لا تمثل جموع الشعب المصري الغاضب على كثير من التيارات الإسلامية. هناك فئة فعلا ترفض التيار الإسلامي، هناك فئة فعلا تنادي بالعلمانية الفجة الغير مقبولة من التيار الإسلامي، لكن هذه ليست جموع الشعب المصري. ونحن لم نجعل الصراع في الاستفتاء الأول ولا في الانتخابات ولا في غير ذلك صراعا بين الإسلام والكفر ولا بين الحق والباطل ولا غير ذلك. وأصحح أن فضيلة الشيخ محمد حسين أستاذ شريف طه المتحدث الجديد باسم حزب النور. النور هو أحد الدعاة والمشايخ الأفاضل وأحد رموز التيار السلفي. أستاذ شريف، يعني لو تسمح لي، لو يسمح وقتك أن تبقى معي، سنتحول الآن إلى ميدان ربع العدوية ومنصة رباع العدوية للاستماع إلى كلمة نقيب الفلاحين عبد الرحمن شكري من فوق المنصة، ثم نعود للحوار مرة أخرى. أي سلطة كان العمال والفلاحون والحرفيون